انت متخيل ان في طيارات تجسس بتلف حوالين سواحل مصر كل يوم؟ ومش اي طيارات، دي طيارات امريكيه وفرنسيه مزوده باجهزه بتسمع كل حاجه، من اللاسلكي العسكري لحد الموبايلات في ايد العساكر. السؤال اللي لازم نساله، ليه؟ وليه دلوقتي؟ لو مهتم تعرف الحقيقه كامله، دوس لايك دلوقتي واشترك في القناه وفعل الجرس علشان توصلك كل حاجه اول ما تنزل، لان اللي جاي خطير. خلينا نبدأ من اللي اتقال بشكل رسمي. مصر ما أعلنتش حاجة، لكن مواقع المراقبة العالمية زي فلايت رادار 24 و ADS-B Exchange كشفت وجود متكرر لطائرات زي RC-135 الأمريكية. ودي مش طيارة عادية، دي غرفة عمليات طايرة فيها معدات تقدر تحدد مكان أي اتصال عسكري في مدى مئات الكيلومترات، وتلتقط المكالمات المشفرة وتبعت الإحداثيات في لحظتها. وفي نفس الوقت في طيارات E-3NC Sentry المعروفة باسم الأواكس شغالة فوق البحر المتوسط. دي طيارة رادار جوي بترصد أي حركة جوية أو بحرية على بعد آلاف الكيلومترات. يعني الطيارات دي مش بتعدي تسلم، دي جاية ترصد وتسمع وتحلل. وده بيخلينا نسأل، مين الهدف؟ الخرائط وضحت إن الطيارات دي بتتحرك في خطوط حوالين سواحل مصر الشمالية، قريبة من قاعدة برنيس وحتى غرباً ناحية مطروح. ودي مناطق حساسة جداً، فيها قواعد بحرية وجوية، وحصل فيها تحديثات مؤخراً لكن الإعلام ما اتكلمش عنها. اللي يخلي الموضوع أخطر إن في تقارير بتقول إن في تردد غير معتاد في إشارات الطيارات دي. يعني مش مجرد مرور أو مراقبة عامة، لأ، في تركيز على نقط معينة وكأنهم بيجمعوا بيانات عن أهداف محددة. وفي نفس التوقيت مصر رفعت درجة الاستعداد. الجيش بدأ مناورات في البحر الأحمر، ونقلت معدات من المنطقة المركزية إلى الشمالية، ورصد نشاط لمجموعات الدفاع الجوي. وده معناه إن في احتمال إن حاجة اتكشفت، بس الرد المصري كالعادة من غير صوت. خليني أقولك المفاجأة، في مصدر أوروبي قال إن اللي بيحصل حوالين سواحل مصر شبه جداً اللي حصل قبل حرب الناتو على ليبيا سنة 2011. نفس نوع الطيارات ونفس الخطوط ونفس الرصد الهادئ، واللي حصل بعدها هجوم مفاجئ. هل ده معناه إن في خطة مشابهة على مصر؟ ولا هم بس بيجسوا النبض؟ وفي وسط كل ده مصر بدأت تطور منظومتها الدفاعية، دخلت أنظمة تشميش إلكتروني جديدة للخدمة وأنظمة مراقبة رادارية حديثة بتقدر تتبع الطيارات دي وهي على بعد 300 كيلومتر. ومش بس كده، مصر بتبني دلوقتي قاعدة مراقبة ضخمة اسمها عين البحر، هتكون أكبر مركز تجسس بحري في أفريقيا. والمفاجأة إنها على اتصال مباشر بالأقمار الصناعية المصرية زي الطيبة 1. طيب ليه الدول دي بترصد مصر دلوقتي؟ السبب مش غزة بس، لأ، ده أكبر من كده. في ملفات مفتوحة كتير: مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، التحالفات الجديدة اللي مصر بتبنيها بهدوء مع روسيا والصين وحتى إيران. التحركات دي بتخوف الغرب، لأن مصر بدأت تلعب سياسة الكبار من غير ما تعمل دوشة، وده يخلي المخابرات الغربية تحب تعرف إيه اللي بيتجهز وإزاي بيتنفذ وإمتى. خليني أقولك كمان نقطة تانية مهمة جداً، في إشارات إن مصر بدأت تختبر قدرة الردع الإلكتروني، وده من خلال تعطيل أنظمة الGPS لبعض الطيارات دي لمدة دقائق. وفعلاً حسب تقرير في موقع Military Watch، في 3 طيارات تجسس اضطرت تغير مسارها بسبب اضطرابات مفاجئة في الأنظمة الملاحية. يعني في رد بس من غير إعلان. كل ده بيقول لنا إن في لعبة مخابرات شغالة حوالين سواحل مصر، وده مش من فراغ، ده معناه إن في تحرك بيتم، والغرب حاسس إن مصر داخلة على مرحلة جديدة من القوة والنفوذ، وعايزين يسبقوا ويعرفوا كل حاجة. السؤال بقى، هل ده مجرد مراقبة؟ ولا في استعداد لحاجة أكبر؟ وإزاي ممكن تتطور الأمور لو مصر اكتشفت إن دي كانت محاولة لاختراق فعلي؟ وإيه السيناريوهات اللي ممكن تحصل لو الطيارات دي دخلت المجال المصري؟ كل ده لازم نفكر فيه ونتابعه يوم بيوم، لأننا داخلين على فترة حساسة جداً وكل تحرك فيها محسوب. اكتب لي رأيك في الكومنتات، هل تتوقع أن الغرب فعلاً بيراقب مصر علشان يمنع تحرك عسكري كبير؟ ولا شايف إن ده مجرد جس نبض وخوف من قوة مصر اللي بتزيد كل يوم؟ أنا مستني رأيك، واستناني في الحلقة الجاية، لأن فيها هنتكلم عن تحركات خطيرة على حدود مصر الجنوبية، وعن قاعدة جوية جديدة بتتبني بسرية تامة في مكان ما، وده موضوع لوحده محتاج حلقة كاملة. لو مش مشترك
اشترك حالاً وفعل الجرس علشان إحنا داخلين على مرحلة مختلفة من الجانب المخفي.